تعالَ كده ألخّص لك اللي حصل للدهب في الأسبوع اللي فات ومستنيين إيه ال48 ساعة اللي جاية. أول حاجة الأسبوع اللي فات كنا أدنى نقطة وصلنا لها هي 3207 3210 وأعلى نقطة وصلنا لها هي ال3365 وقفل عند ال3359. الحدث الأبرز امبارح إن ترامب طلع قبل ما السوق الأمريكي يشتغل وأعلن عن فرض رسوم جمركية على أوروبا 50%، لأن هو بيقول إن المفاوضات مع أوروبا لغاية دلوقتي بطيئة ومش مجدية، وبالتالي راح الدهب نط من 3330 إلى 3365 في خلال 10 دقايق. طيب اليوم عدى على كده وقفلنا. النهارده السبت، احنا ممكن في خلال ال 48 ساعة السبت والحد نسمع أي تصريح من أوروبا ردا على الرسوم الجمركية بتاعة ترامب. نتمنى إن ده ما يحصلش، لأن هم كمان لو ردوا على أمريكا وإن هم هيزودوا الرسوم يبقى الحرب التجارية اشتعلت مرة أخرى بين الاتنين، ونرجع في قصة صعود الذهب اللي ملهوش نهاية. لو فضلت اوروبا ساكته السبت والحد ما اتكلمتش، يعني معنى كده ان هي ما تجاوبتش مع تصريحات ترامب، وان هي بدات تفهم ان ترامب مجرد كلام وبيرجع في كلامه. عندنا بكره بقى الحد الساعه 6:30 مساء بتوقيت جرينتش تصريحات لجيروم باوم هيطلع يقولها، وفي الغالب هيطلع يقول نفس النغمه بتاعت الفيدرالي، ان دلوقتي الرسوم الجمركيه مزوده حاله عدم اليقين عند الفيدرالي فيما يخص مسار التضخم وبالتالي الفايده. لو طلع قال كده ده هيبقى مهدئ شويه لاسعار الذهب. هتبدا بقى جلسه استراليا الساعه 10 بالليل يوم الاحد بتوقيت جرينتش، وبعديها جلسه طوكيو. الصين بقى هتتفاعل على اللي حصل من ترامب ولا هيقولوا ومع اللي هيقوله باول بكره. طيب يوم الاثنين عندنا اجازتين، عندنا اجازه بتاعه بريطانيا اسمها اجازه البنوك، يعني معنى كده مفيش تداول، وعندنا اجازه في نيويورك اللي هي ذكرى او يوم ذكرى الشهداء. فالسوقين دول هيبقوا اجازه، يبقى احنا هنركز يوم الاثنين مع الفتره الاسيويه، هنشوف رد فعلهم مع تصريحات ترامب بتاعت الجمعه ومع تصريحات جيروم باول بتاعت يوم الاحد. هحدث كل شويه لو حاجه حصلت في ال 48 ساعه او لا قدر الله طلعت اوروبا ردت على تصريحات ترامب.